ازيكم يا رجالة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب وفي احسن حال دايما يا رب. النهارده بقى هنفنش اللي بدأناه في ال O2. النهارده هنكمل السيل ستراكشر اند فانكشن اللي احنا كملناش المرة اللي فاتت. يعني هناخد النهارده الميتوكوندريا، هناخد النهارده الفاكيولز، هناخد الكلوروبلاست وهكذا، ونفنش خالص على السيل بيولوجي. وبعد كده نعمل زي ايه، كومباريزون ما بين البلانت سيل والانيمال سيل. وفي الاخر ناخد التبر كلوزز اللي هو الكيس ستادي بتاعتنا في ال او دوت. وكالعاده قبل ما نبتدي هنعمل ايه، ريكاب سريع كده على اللي اتشرح السيشن اللي فاتت عشان ما ننساش. احنا السيشن اللي فاتت بدأنا في ال او دوت، اتكلمنا ان احنا عندنا السيل بتتقسم لنوعين: ان بروكاريوتيك سيل، يا اما ايوكاريوتيك سيل. طيب احنا عندنا بروكاريوتيك دول قلنا ان هم ايه، احاديه النواه او بدائيات النواه. ليه؟ لان هي ده عباره عن سيل واحده، هي وان سيل بس. الاورجان او الاورجانيزم ده كله، يعني الليفنج اورجانيزم ده كله هو عباره عن سيل واحده. زي مثلا ايه، زي البكتيريا، زي عندنا الاركيه. فده بالنسبه للبروكاريوتيك سيل، قلنا ان هي بتبقى عباره عن خليه واحده زي البكتيريا وزي الاركيه. وقلنا كمان ان بيبقى ليها ستراكشر كده معين ليها او بيميزها عن الايوكاريوتيك، هناخده في السلايد الجايه بعد ما نراجع الايوكاريوتيك. احنا قلنا الايوكاريوتيك دول هم ايه، حقيقيات النواه. هم بقى ليه ممكن تبقى وان سيل اور مور. زي ايه؟ زي قلنا عندنا الانيمال سيل، زي البلانت سيل، وقلنا عندنا الفونجاي، وعندنا كمان البروتست. يبقى دول الايوكاريوتيك ودول البروكاريوتيك. طب احنا قلنا السيميلاريتيز اللي بتبقى ما بينهم الايه، اللي دايما بيكون موجود في الاتنين ايه، اللي بيكون موجود دايما ما بينهم هم اربع حاجات: السيتوبلازم، وعندنا الممبرين، السيل ممبرين، وعندنا الدي ان ايه، وعندنا الرايبوزومز. دول تحفظهم زي اسمك. ايه اللي المشترك ما بين الايوكاريوتيك سيل والبروكاريوتيك سيل؟ ان هو عندهم سيتوبلازم، عندهم ممبرين، عندهم دي ان ايه، وعندهم رايبوزوم. طب ايه بقى اللي بيفرق البروكاريوتيك عن الايوكاريوتيك؟ البروكاريوتيك don't have organelles. البروكاريوتيك هي بتبقى خلية واحدة ما فيهاش أي أورجانيل. هي بتبقى عبارة بس عن السيتوبلازم وعلى ممبرين ودي ان ايه ورايبوزوم وكام استراكشر كده هناخدهم دلوقتي اهو. اهو كده اهو، احنا شرحناها في السيشن اللي فات يعني نراجع. قلنا البروكاريوتيك سيل بتبقى عبارة عن ايه، ال- ال- اللي محوطها بيبقوا ثلاث طبقات، صح؟ قلنا عندنا بيبقى فيه ثلاث طبقات محوطين البروكاريوتيك سيل. قلنا ان الطبقة اللي بره دي تبقى اسمها ايه؟ تبقى اسمها كبسيول. والطبقة اللي في النص دي بتبقى اسمها ايه؟ بتبقى اسمها سيلول. والطبقة اللي جوه دي ده ايه؟ ده الممبرين عادي. يبقى البروكاريوتيك سيل تبقى متحوطة بثلاث طبقات: ممبرين، بعدين سيلول، بعدين كبسيول. ويبقى جواها الكروموسوم بتاعها او الدي ان ايه بتاعها بيبقى سيركلر كده دي ان ايه، وبيبقى موجود في حتة اسمها نيوكليويد ريجن. نيوكليويد ريجن ديت اللي بيبقى موجود فيها الدي ان ايه، وجواها سيتوبلازم عادي، وجواها بقى الريبوزوم وهكذا. وبيبقى نازل منها كده ديول كده بتساعدها على الحركة. قلنا بيسميه ايه؟ بيسميه فلاجيلا. فلاجيلا دي بتهلب الموفمنت. يبقى ده بالنسبة للبروكاريوتيك سيل. قلنا احنا عندنا في الايوكاريوتيك سيل عندنا حاجة اسمها اندوممبرين سيستم. والاندوممبرين سيستم دوت قلنا ان هو يعني ايه وظيفته الأساسية؟ هو يبقى ريجوليشن للبروتين ترافيك.
اي اورجانيل جوه الخليه بيبقى له علاقه بتصنيع بروتينات او هو ذات نفسه عباره عن بروتينات، يتضم معانا في الاندوممبرين سيستم. ممكن يسالك في الامتحان يقول لك يعني مثلا يجيب لك 3 من اندوممبرين سيستم، يقول لك يحط لك اختيار رابع يقول لك طلع لي بقى اللي مش اندوممبرين سيستم. طب ايه الاندوممبرين سيستم؟ قلنا عندنا كانوا هما 6 اندوممبرين سيستم، اللي هم النيوكليار انفلوب، وقلنا عندنا الاندوبلازميك ريتيكولم، قلنا عندنا الفاكيولز، وقلنا عندنا اللازوم، وعندنا الدولجي اباريتس، واخيرا السيل ممبرين. يبقى اندوممبرين سيستم هو اللي بيعمل ريجوليشن للبروتين ترافيك، وعباره عن نيوكلير انفلوب واندوبلازميك ريتيكولم ولايزوزومز ولاكيولز وجولجي اباريتس والسيل ممبرين. ممكن يقول لك سؤال which of the following isn't an endomembrane system، ويقول لك nuclear envelope، vacuoles، lysosome، معهم مثلا رايبوزومز. يبقى الرايبوزومز هي الإجابة بتاعتنا، لأن هي مش تبع الاندوممبرين سيستم. ماشي. بعد كده اتكلمنا عن اليوكاريوتيك سيل، وقلنا إن اليوكاريوتيك سيل بتتقسم عندنا، يعني هي كبيرة قوي، أنا مش سامع كده. هي بتبقى كبيرة كده ومليانة خالص. عندنا جوه اليوكاريوتيك سيل كنا بنبدأ بإيه؟ بالنيوكلير انفلوب. مش لازم بقى نشاوي ونعلم عشان الوقت، إحنا كده كده بنراجع. بس احنا عارفين ان دوت عبارة عن نيوكلير انفلوب. هو معاق شوية معلش، بس ايه، احنا عارفين ده النيوكلير انفلوب بيبقى عبارة عن ايه؟ عن دبل ممبرين، بيبقى جواه ايه؟ الدي ان ايه بيبقى في صورة كروماتين. قلنا الكروماتين ديت بتبقى في صورة ايه؟ ان هو مفيش ديفيجن، عبارة عن ديفيوز ماس. طالما مفيش سيل ديفيجن فهو الدي ان ايه يبقى على هيئة كروماتين كده، ديفيوز ماس داخل ببعضها جوه الخلايا. انما لو في حالة الديفيجن الخلية بتعمل انقسام، وقتها يتحول لهيئة كروموسوم واضح كده واخد شكل. وبيبقى جواها كمان حاجة اسمها النيوكليولس. النيوكليولس ده قلنا ان هي بتعمل ايه؟ بتصنع رايبوزوم عن طريق رايبوزوم الار ان ايه مع شوية بروتينز. طيب النيوكليوس بيبقى ممتد منها كده ايه؟ حاجة كده قلنا عليها الرف اندوبلازميك ريتيكولم. قلنا بيبقى عندنا قصدي اندوبلازميك ريتيكولم، وقلنا عن الاندوبلازميك ريتيكولم ده بيبقى متقسم يا اما رف يا اما سميرس. الحته ديت مثلا انا مثلا هسألك كلها يا وجع القلب، يا وجع القلب والله. نمسح النقط دي بقى، نمسح اللي احسن كده. قلنا الرف عندنا هو اللي بيبقى اتاتشت عليه ايه؟ الرايبوزوم. انما السلوس زي الحته دي مثلا هو اللي بيبقى معلوش رايبوزوم. يبقى الاندوبلازميك ريتيكولم بيتقسم عندنا اتنين، رف وسموث. الرف عليه رايبوزومز والسموث معلوش رايبوزومز. قلنا عندنا كمان حاجه اسمها جولجي اباريتس. جولجي اباريتس ده بيبقى عباره عن ساكس كده مترصصه حوالين بعض، بيبقى حوالي من 10 ل 12 ساك كده، يعني ديت عامله زي شبه الشنطه يعني، فبيسموها ساكس. فهم بيبقوا عباره عن 10 ل 12 شنطه بيعملوا ايه؟ بيعملوا موديفيكيشن للبروتين. طيب عندنا ايه تاني جوه الخليه؟ في جواها فاكيولز كده بتنقل الحاجه مثلا للخليه، بتنقل حاجه للسيل ممبرين، بتنقل حاجه للجولجي وهكذا. قلنا عندنا كمان الباور هاوس اوف ذا نيوكليوس اللي هو ايه؟ الميتوكوندريا. دي الميتوكوندريا. قلنا عندنا كمان ايه؟ الريبوزوم، وبتبقى لارج سب يونت وسمول سب يونت.
في حاجة تاني اسمها، يعني أظن هو مثلًا عندنا السنتروسوم ونرسمهم كده، ده بيبقى السنتروسوم، يبقى دول هم كده يعتبر الeukaryotic cell عندنا النيوكليوس الnuclear envelope بتاعها والendoplasmic reticulum الرف والسموث، عندنا الجولجي apparatus، عندنا الvacuoles ما رسمناش اللايزوم، دي اللايزوم لوحدها، وعندنا البيروكسيسوم برضه، وعندنا السنتروسوم، عندنا الريبوزوم، وعندنا الميتوكوندريا والسيل ممبرين محاوطهم، وقلنا الريبوزوم والسنتروسوم هما نون ممبرينس مش ممبرين. انا عارف انتوا دلوقتي يجي في دماغكم سؤال هتقولوا الريبوزوم، ما الريبوزوم بتصنع بروتين، هو ليه الريبوزوم مش تبع الاندو ممبرين سيستم؟ لان الاندو ممبرين سيستم باختصار هو عباره عن ممبرين باوندد، حاجات ليها ممبرين ده في الاساس، وكمان بتعمل ريجوليشن لبروتين ترافيك. الريبوزوم لا ليه ممبرين ولا بيعمل ريجوليشن، يعني هو ايه، ما بينقلش، هو الريبوزوم بيطلع البروتين ويرميه في السيتوبلازم، انما النوكلير انفلوب فبيخش لها فاكيولز وبتطلع فاكيولز عن طريق البورز اللي جوه النوكلير انفلوب. قلنا ان احنا بيبقى عندنا نوكلير انفلوب اهو، بيبقى ما بينه بورز كده صح، والاندوبلازميك ريتيكولم برضه قلنا من ترانزيشنال اندوبلازميك ريتيكولم هو بيطلع فاكيولز بتوديها للجولجي، والجولجي نفس الحوار لما بيخلص بيطلعها في سكرتوري فاكيولز، السيل ممبرين برضو بيدخل له فاكيولز ويطلع منه فاكيولز، واللايزوزوم دوت هو عباره عن فاكيول، والفاكيولز هي عباره عن فاكيولز برضو، هي عباره عن حاجات بتتحرك وبتنقل البروتين من مكان للتاني، فهو ده اللي عباره عن ايه ريجوليشن للبروتين ترافيك. فمش شرط انه بيكون بيصنع مثلا زي الاندوبلازميك ريتيكولم والجولجي، هو بس كمان ممبرين باوندد بروتينز، وكمان بتنقل البروتينز جوه الخليه. الريبوزوم لا ممبرين باوندد ولا هو بينقل البروتين جوه الخليه، هو بس بيصنعها بس. يعني اظن السؤال ده هيبقى عليه ماشي، عشان نبقى عايشين بس الترتيب مظبوط. ماشي، بعد كده احنا اتكلمنا عن الاورجانيلز زي ايه الريبوزوم، وقلنا الريبوزوم عندنا بيبقى متقسم حاجتين، يا اما فري يا اما باوندد. قلنا الفري ريبوزوم ديت هي بتعمل ايه، بتعمل بروتين، متى الريبوزوم بيعمل ايه بروتين ساينس، عشان نختصر مش كل شويه نكتب بروتين بروتين بروتين. هو الريبوزوم دوت البروتين فاكتوري اوف ذا نيوكليس، هو اللي بيصنع بروتينات. فالفري ريبوزوم بتعمل ايه، الفري ريبوزوم بتعمل بروتينات ويزن ذا سيل، بتعمل بروتينات تستخدمها جوه الخليه ذات نفسها، اذا كان بقى في السيل جروس في الاورجانيلز جروس ايا كان، بس هي جوه الخليه. الباوندد بروتينز او باوندد ريبوزومز، قصدي الباوند ريبوزومز، بتطلع عندنا بروتينات بنستخدمه في 3 حاجات. والباوند دي بتكون على ايه، على الاندوبلازميك ريتيكولم، عشان تعمل لي الرف اندوبلازميك ريتيكولم. بنربط الكلام ببعض اهو، الريبوزوم بتبقى باوندد بتبقى ماسكه في ايه، في الاندوبلازميك ريتيكولم، عشان تعمل لي الجزء اللي هو الرف اندوبلازميك ريتيكولم، وتطلع لي بروتينات نستخدمها في 3 حاجات، يا اما سكريتوري بروتين بره الخليه نطلعها بره الخليه بقى على ايه هرمونات بقى نيو ترانسميتر في الخلايا العصبيه وهكذا، يا اما تبقى في اللايزوزوم. اللايزوزوم دوت جواه هيدروليتيك انزيم، والانزيم دوت قلنا ان هو نوع من انواع البروتينات، الانزيم والهرمونز والحاجات دي كلها هي بروتين اصلا. وعندنا كمان يما عشان يبقى بروتين محطوط على الممبرين، ان الممبرين هنعرف في ال او الجاي ان هو بيبقى جواه حاجات اسمها انتجرال بروتيز وبريفرال بروتيز، دي كلها جايه من ايه، جايه من الرف اندوبلازميك ريتيكولم اللي عليه الريبوزوم. طيب ده بالنسبه للريبوزوم. اتكلمنا بعد كده على الاندوبلازميك ريتيكولم، قلنا الاندوبلازميك ريتيكولم بيتقسم عندي 2، يا اما سميوس اندوبلازميك ريتيكولم يا اما رف اندوبلازميك ريتيكولم. اتكلمنا عن الرف، قلنا الرف دوت الرف اندوبلازميك ريتيكولم هو بيبقى عباره عن ايه، رايبوزوم اتاتش بيبقى عليه الرايبوزومات، يعني مش شرط ومش شرط عامه. يعني تعالوا كده نشرح السايكل اللي شرحناها المره اللي فاتت. احنا قلنا ان احنا بيبقى عندنا دي ان ايه، صح، دي ان ايه جوه الخليه بيحصل له ترانسكريبشن، عمليه كده عشان تطلع لي بعدها الماسنجر
ار ان اي. والمسج ار ان اي لما يطلع بيقوم رايح على ايه؟ بيقوم رايح على ال الريبوزوم، يروح على الريبوزوم في السيتوبلازم عشان خاطر يحصل له ترانسليشن. وبعد ما يحصل له ترانسليشن يطلع بروتين. ده البروتين بتاعنا اهو. بعد ما يطلع البروتين بيروح على الرف اندوبلازميك ريتيكولوم عشان يحصل له ايه؟ يوديفاي، عن طريق ان احنا بناد كربوهيدرات جروب. ده اللي احنا قلناه صح، عشان يطلع لي جلايكوبروتين. وبعد كده بيطلع من الترانزيشنال رف اندوبلازميك ريتيكولوم، يعني احنا عندنا الرف اندوبلازميك ريتيكولوم عامل كده. دي الحته دي هي الترانزيشنال اندوبلازميك ريتيكولوم. ده نوع تالت من انواع الاندوبلازميك ريتيكولوم، بس هو وظيفته كلها انه بيطلع فاكيولز، يعني بيطلع فاكيولز اهو، بيطلع فاكيولز بس. يعني كل حاجه تخلص جوه الاندوبلازميك ريتيكولوم بيقوم مطلعها في اي فاكيول، في اي حاجه كده تنقلها للمكان اللي هي رايحه. انا قلت لكم في الاول مش شرط، او يعني في اول كلامي دلوقتي قلت ان مش شرط دايما البروتين اللي داخل الرف اندوبلازميك ريتيكولوم يكون حصل له ترانسكريبشن وترانسليشن في الريبوزوم اللي هو الفري ريبوزوم، وممكن يروح على الريبوزوم اللي جوه او اللي محطوط على الرف اندوبلازميك ريتيكولوم ويحصل له ساينسز على الرف اندوبلازميك ريتيكولوم، بعد كده يقوم داخل. يعني هو مش شرط البروتين اللي يخش الرف اندوبلازميك ريتيكولوم يحصل له موديفاينج يكون جاي بس من الريبوزومات اللي هي الفري ريبوزوم اللي بتبقى موجوده في الخليه عادي. دي خليه اهي، في فري ريبوزوم اهو، وفي الرف اندوبلازميك ريتيكولوم بتاعنا. اي حاجه بيبقى في هنا ريبوزوز برضه، ممكن تبقى من هنا وممكن تبقى من هنا. ده بالنسبه للرف اندوبلازميك ريتيكولوم. عشان في الاخر يطلع لنا بقى ايه؟ قلنا يطلع لنا يا اما بروتينز يحصل لها سكريشن، يا اما ممبرين، يا اما لايزوزوم. بس كده كده البروتينات دي كلها بتروح الاول على الجولجي، يعني بعد ما نعمل موديفاينج بروتين بتروح على ايه؟ على الجولجي عشان تكمل التعديلات بتاعتها. وقبل ما اخش على الجولجي احنا قلنا عندنا سموث اندوبلازميك ريتيكولوم. طب السموث اندوبلازميك ريتيكولوم ده هو ايه وظيفته؟ بيعمل ليبيد ساينسز زي الاستيرويد هرمونز، زي الالدسترون والحاجات ديت، فهتلاقيه مثلا موجود بكثره في التستس وهكذا. يعني اي خليه بتصنع ليبيدز بكثره هتلاقي فيها سموث اندوبلازميك ريتيكولوم كتير. كمان بتعمل دي توكسيفيكيشن، بتشيل التوكسيكس، فدي هتلاقيها كثره فين؟ في الليفر، في الكبد، لانه بيعمل ديتوكسيفيكيشن الماتيريال اللي بتخش جواه، بيشيل منها التوكسينز. بعد كده عندنا ايه تاني؟ عندنا انها بتعمل كالسيوم ستورج، كالسيوم ستورج بتخزن جواها كالسيوم. وكمان تعمل جلايكوجينيسيس اللي هي بتكونفرت الجلوكوز في هيئته العاديه للجلايكوجين عشان يتخزن جوه، بدل ما يبقى سكر ماشي كده في اي حته. الجلوكوز ده اللي هو السكر، بدل ما يبقى ماشي في اي حته يتخزن على هيئه حاجه اسمها جلايكوجين. اظن خدتوها في ثالثه اعدادي. يبقى السموث اندوبلازميك ريتيكولوم اربع حاجات تحفظهم زي اسمك: ليبيد ساينسز، ديتوكسيفيكيشن، كالسيوم ستورج، والجلايكوجينيسيس. ماشي. كده اتكلمنا عن اللايزوزوم. قلنا اللايزوزوم ديت هي بتيجي منين؟ عباره عن ان هي تطلع من الجولجي ابريتس. يبقى اللايزوزوم formed from الجولجي ابريتس، وبتكونتين ايه؟ بتكونتين هيدروليتيك انزيم. الهيدروليتيك انزيم دول قلنا ان هم عباره عن ايه؟ عباره عن دايجستيف انزيم. يبقى اللايزوزوم الفورم بتاعها او بتيجي منين؟ بتيجي من الجولجي اباريتس. لما الرف لازم الكريتيكال بيخلص الموديفيكيشن بتاعت البروتينز، قلنا ان هو بيطلعها في سكرتوري فيسيكل، بتروح من ترانسيشنال ان ذا بلازميك ريتيكولم عشان تروح على الجولجي يحصل لها شويه موديفيكيشن كمان، وتطلع لي في الاخر يا اما ممبرينس
يا اما سكريتوري فيسيكال، يا اما او سكريتوري بروتين قصدي، يا اما ممبرينس بروتين، يا اما سكريتوري بروتين، يا اما طلعها لي لايزوزوم. اللايزوزوم ده بيبقى جواه دلوقتي انزيم. الانزيم دوت هو فورم من فورم بتاعت البروتين اللي هي بتبقى ايه دايجستيف انزيمز. قلنا الفانكشن بتاعت اللايزوزوم 1 2 3 اللي هم ايه الاميبا ايتنج، انها بتساعد الاميبا لان هو يعتبر من اصغر الكائنات الحيه، هو بيبقى عباره يا خليه او اتنين، فالاميبا بتبقى صغيره جدا، فعشان تاخد النيوترينز بتاعتها فاللايزوزوم بتساعدها في الاكل ان جواها دايجستيف انزيم بتقدم النيوترينز. وكمان في الجسم بتاعنا عادي، بس اللايزوزوم في جسمنا وظيفته ممكن الاساسيه اكتر هي ايه الماكروفاج، البلعميه، ان لو في بكتيريا او كده دخلت الخليه مع الوايت بلاد سيل انها بتقوم واكله البكتيريا ديت. يعني مثلا لو عندنا دي الفيزيكال اللي جواها البكتيريا دي البكتيريا، وده اللايزوزوم اهو جواه الهيدروليتيك انزيم، بيقوم ديفيوز معاها، بيديفيوز معاها يقوم عامله لي كده 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 اهو، دخلوا في بعض اهو. الهيدروليتيك انزيم بتقوم داخله واكله ايه، واكله البكتيريا. وعندنا اخر حاجه واللي هي الاوتوفاج. قلنا ان لو في مثلا اورجانيل دامج او مات او باظ محتاج نعمل له ريسايكلينج، اللايزوم بيقوم برضو بيديفيوز معاه ويقوم واكله عامل له ريسايكلينج بقى، رماه بره الخليه ايا يكن. ده بالنسبه لللايزوم. ماشي. في غلطه في ترتيب الصبح نرتبها كده. واخر حاجه اتكلمنا عليها المره اللي فاتت هي التاي ساك ديزيز. قلنا ايه هو التاي ساك ديزيز ده؟ هو عباره عن ايه؟ ان بيبقى في عندنا ليبيد دايجستنج انزيم ميسنج. بيبقى فيه ليبيد دايجستنج انزيم ميسنج في جوه اللايزوزوم. فبيعمل لي ايه؟ فبيعمل لي accumulation of lipids، تجمع كبير من الليبيدز. فلما بيحصل تجمع كبير دوت بيقوم عامل لي حاجه اسمها المنتال ريتراجن منتال ريتراديشن منتال ريتراديشن. فين؟ في البرين. بيسبب مشاكل في المخ زي ايه؟ ان هو بيضعفه، بيبوظ بيتلف المخ بسبب الاكيوليشن اوف ليبيد، وهو ده التاي ساك ديزيز باختصار. يعني مش محتاج نعرف اكتر من كده. حتى سؤال الامتحان اللي احنا حليناه المره اللي فاتت كان بيسال في التاي ساك ديزيز. هو عندنا في تاي ساك ديزيز عباره عن ليبيد دايجستنج انزيم ميسنج، وسبب منتال ريتارديشن وبتاع دوت بسبب يعني خلل في انهي اورجانيل بيبقى في اللايزوزوم، خلل في اللايزوزوم. واخر حاجه خالص 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 الاورجانيل اللي قلنا مش هناخد اكتر من ثانيتين في شرحه، اللي هو البيروكسيسوم. وقلنا البيروكسيسوم دوت هو عباره عن H2O2 اسمه ايه ده هيدروجين بيروكسيد. هيدروجين بيروكسيد دوت ايه بيكل البكتيريا، وظيفته شبه ايه اللايزوزوم شويه، بس هو الهيدروجين بيروكسيسوم يعني اشرس من الهيبريديك انزيم. فهو ايه اول ما بيكل البكتيريا بيقوم ايه كونفرت ال H2O2 دوت لهيدروجين واكسجين. هيدروجين قصدي الووتر مع اكسجين لوحدها. ليه؟ عشان احنا لو سيبنا الهيدروجين بيروكسيد دوت جوه الخليه ممكن يسبب لها في ضرر لانه هو توكسيك. فالهيدروجين بيروكسيد دوت توكسيك، ما ينفعش يفضل موجود بعد ما تتم العمليه بتاعت الكيلينج بكتيريا. بيطلع في وقتها يقتل البكتيريا وبعد كده ايه بيكونفرت الووتر واكسجين. ده بالنسبه للي شرحناه السيشن اللي فاتت. نخش بقى في الكونتنت بتاعنا الجديد النهارده اللي احنا هنتكلم فيه عن السنتروسوم والباكيولز والميتوكوندريا وبلانت سيل. في الاخر هناخد التبر كلوزز وبكده نكون خلصنا اللي ده. فنسمي الله كده بسم الله. عندنا السنتروسوم. السنتروسوم دوت هو عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن سنتريول بير. يبقى السنتروسوم هو ده كله على بعضه السنتروسوم بيبقى عباره عن سنتريول بيرز، بيبقوا بيربنديكولار على بعض كده، بيربنديكولار.
perpendicular centriole pairs. السنتريور بيرز دول بيبقوا مكونين من حاجة اسمها مايكروتوبيول، والمايكروتوبيول ديت بتعمل لنا ايه؟ الميتوتيك سبندل، واللي خدناها في الميتوز في اعدادي ان هي بتعمل ايه؟ اتاتش كروموسوم، تحديدا في الميتافيز. يبقى السنتروسوم ديت هي عبارة عن ايه؟ مسؤولة في السيل ديفيجن، دي اهميتها. يبقى السنتروسوم تاني هي عبارة عن ايه؟ سنتريور بير، يعني او 1 بير اوف سنتريول، يعني واحدة وواحدة بيبقوا الاتنين بيربنديكولار على بعض. والسنتريول ديت متكونة من مايكروتوبيولز، والمايكروتوبيولز دي بتعمل لي ايه؟ الميتوتيك سبندل فايبر، ميتوتيك سبندل فايبر، واللي بتاتاتش كروموسوم. يبقى السنتروسوم وظيفته الأساسية جوه الخلية هي ايه؟ السيل ديفيجن. والسنتروسوم ده معلومة كمان ان هي ايه؟ لاك ان بلانت، ما بيبقاش فيه سنتروسوم في البلانت. طب البلانت بتعمل الديفيجن بتاعها ازاي؟ بيبقى بطريقة تانية، يعني غير غير عندنا، مش ميتوزيس وميوزيس وكده، بتبقى بطريقة تانية عن طريق السيتوبلازم بشكل أكبر يعني. ويعني مش علينا الحاجات دي، بس معلومة يعني إن السنتروسوم مش موجود في البلانت. يبقى لحد دلوقتي احنا قابلنا ايه بيبقى موجود في الانيمال سيل مش موجود في البلانت سيل؟ قابلنا لحد دلوقتي اللايزوم، قلنا ان هو مش موجود في البلانت سيل، وقلنا كمان السنتروسوم بيبقاش موجود في البلانت سيل. ده كده بالنسبه للسنتروسوم. بعد كده عندنا حاجه اسمها الفاكيولز او الفيسيكلز. دي بتبقى جسم كده مدور كده جوه الخليه، بيبقى له وظايف كتير. طب ايه الوظايف بتاعته دي؟ اول حاجه فود فاكيولز. فود فاكيولز ديت بتبقى وظيفتها الأساسية إنها بتشيل الأكل بقى تنقله لأي حتة في الخليات، أو مثلا لللايزوزوم عشان اللايزوزوم يهضمه وهكذا. ومش في الأنيمال سيل بس، بتبقى موجودة في كل الخلايا. طيب بعد كده في الخلايا اللي هي اليوكاريوتيك، في اليوكاريوتيك سيلز. احنا بروكاريوتيك ما عندهاش غير إيه؟ سيتوبلازم ودي إن إيه والسيل ممبرين والرايبوزوم. ماشي. وبعد كده عندنا ترانسبورت فيزيكلز. من اسمها بتعمل ايه؟ بترانسبورت، بتنقل بقى مثلا بروتين، تنقله مثلا من الجولجي للسيل ممبرين، بتنقل بروتين من السيل ممبرين للنيوكليوس، بتنقل مثلا ووتر من حته لحته. يبقى الفاكيولز ديت هي عباره عن ايه؟ زي عربيه الميكروباص كده، تنقل مثلا ناس من مثلا من السلام للزقازيق، تنقل بقى من اسكندرية لرمسيس ايا يكن يعني المكان. فهي فاكيوس ديت بتبقى عبارة عن ايه؟ زي العربية كده، زي موقف بتحمل منه حاجة وتقول نقلها لحتة تانية. وهي عبارة عن ايه؟ سيركل كده، لو تشوفوها تحت الميكروسكوب تلاقي سيركل كده بيبقى جواها بقى ايا كان الكونت اللي جواها. طيب هل كده وبس؟ لا، عندنا كمان الفاكيولز ديت في منها كونتراكتايل فاكيولز. الكونتراكتايل فاكيولز دول هم عبارة عن ايه؟ وظيفتها انها بتبمب الاكسس ووتر اوت اوف ذا سيل. في انهي سيل تحديدا، او بتبقى موجوده بكثره في انهي سيل تحديدا؟ بتبقى في البروتست بشكل كبير، لان البروتست لو نسبه الميه عليت فيه نموت. فالكونتراكتايل فاكيولز ديت وظيفتها ايه؟ انها بتبمب الاكسس ووتر اوت اوف ذا سيل. زي ايه في البروتست؟ عندنا ايه تاني في الفاكيولز؟ عندنا بقى الهيدروليتيك فاكيولز. تيجي في دماغك مين دلوقتي لما نقول هيدروليتيك فاكيولز؟ يجي في دماغك اللايزوزوم، جواها digestive enzymes او اي حاجه عشان تكسر او تهضم اي حاجه. عندنا رقم 5، عندنا الفاكيولز وظيفتها انها بتبروتكت plant against herbivores. herbivores او herbivores يعني زي ما تنطقوها. herbivores دول اللي هم الايه؟ المفترسين.
لو مثلا في مثلا ايه نبتة العين عليها مثلا من ايه، من بقرة مثلا، ما هو البقرة او المعزة او الخروف، الحاجات دي اللي هي بتاكل النباتات وهكذا، عايزين ياكلوا. فالبكيور دي بتقوم عاملة زي ريحة وحشة كده، بتطلع مادة فيها ريحة وحشة تخلي النبات اللي هياكلها أو الحيوان اللي هياكلها ده يبعد عنها. فهي بقى وظيفتها إيه؟ برضو في باكيورز وظيفتها إنها بتبروتكت بلانت أجينست الهيربيفورز. عندنا رقم 6، وهي آه اسمه إيه ده؟ بيجمنت باكيولز. وبتبقى موجودة في بلانت. بيجمنت باكيولز ديت أو يعني أغلبها في بلانت، أكثريتها بتبقى موجودة في بلانت. وبيجمنت ديت يعني إيه؟ لون. بيجمنت ديت اللي هي أو صبغة مثلا، زي مثلا عندنا اسمها ايه دي، ريد او بلو. بيبقى في صبغات ريد اور بلو بيبقوا موجودين في بلانت تديها لون. وفي برضو جرين بيجمنت اللي هو ايه الاساسي، اللي هو ايه الكلوروبلاست. يبقى البيجمنت فاكيولز بتبقى موجوده في بلانت، بتدي لون زي الريد او بلو. وعندنا اخر نوع من انواع الفاكيولز واللي هي السنترال فاكيول، ودي اهمهم. ودي بتبقى موجوده فين؟ في البلانت بس، بلانت اونلي. يبقى ايه موجود في بلانت سيل مش موجود في انيمال سيل؟ هو السنترال فاكيول. السنترال فاكيول دوت لما تشوف صورة البلانت سيل كده، هو ده الكبير اللي في النص ده، كبير قوي كده، بيبقى واخد يجي نص مساحة الخلية بتاعة البلانت سيل. وبتبقى وظيفته ايه؟ وظيفته اللي مثلا بيستورج آه الان اورجانيك ايونز، زي مثلا البوتاسيوم، زي الكلورايد. بوتاسيوم ايون وكلورايد ايون، بوتاسيوم بوزيتيف وكلورايد نيجاتيف. مثلا بت ايه، بتساعد في الجروث اوف بلانت، لانها بتعمل ايه؟ بتابزورب الووتر، تمتص الميه جواها بشكل كبير وبتحافظ عليها. بيبقى جواها كمان حاجه اسمها سيل. السيل ده بيبقى عباره عن سوليوشن ميكس كده بقى بين الووتر والايونز، النيوتريانتس، وكل دي حاجات بتساعد في المينتيننس اوف البلانت سيل. يبقى عندنا الفاكيولز هم عباره عن ايه، او الوظيفه بتاعتهم ايه، فانكشن. هم 7. اول حاجه يا اما فود باكيولز بتنقل الاكل في جواها اكل، يا اما ترانسبورت فيسكلز بتنقل بقى اي حاجه من اي حته جوه الخليه، زي ما قلنا مثلا تنقل بروتين من السيل ممبرين للنيوكليوس، تنقل مثلا بروتين من النيوكليوس للجولجي، تنقل مثلا بكتيريا من السيل ممبرين لاي حته. بتنقل اي حاجه من اي حته لاي حته، عامله زي عربيه المواصلات. ودي الفاكيولز بشكل عام. عندنا برضو كونترابتايل فاكيولز. كونترابتايل فاكيولز اللي هي قلنا بتبمب الاكسس ووتر اوف ذا سيل، زي في البروتست بتطرد الميه الزياده بره الخليه. عندنا الهيدروليتيك فاكيولز زي اللايزوزوم. عندنا الفاكيولز وظيفتها انها بتبروتكت بلانت اجينست الهيربيفورز، زي ما قلنا ان هما ايه مثلا بيطلعوا ماده ريحتها وحشه او حاجه عشان تبعد الحيوانات عنها. عندنا البيجمنت فاكيولز اللي بتدي لون اللي هو ريد او بلو. عندنا السنترال باكيول واللي بيبقى موجود في البلانت بس، واللي هو بيبقى جواه بقى السيل ساب، اللي هو بيبقى سوليوشن بيساعد في المينتيننس بتاع الخليه، يستورج الان اورجانيك ايونز زي البوتاسيوم زي الكلورايد، وبيساعد في الايه، في الجروس اوف البلانت عن طريق انها بيابزورب الوتر. يبقى ده بالنسبه للايه، للاورجانيل اللي بعديه اللي هو الفاكيولز. بعد كده عندنا الميتوكوندريا. عايزين زياده، صفحه زياده نتكلم فيها عن الميتوكوندريا. جيب كده اي صفحه فاضيه. الميتوكوندريا
الميتوكوندريا دي بتبقى موجودة في كل الخلايا اليوكاريوت. ليه؟ إنها يعني يعتبر المحور الأساسي للخلية. ليه؟ لأنها الباور هاوس اوف ذا سيل. يبقى مين الباور هاوس اوف ذا سيل؟ مين اللي جواه المخزن بتاع الباور واللي بيدي الخلية الطاقة؟ هو الميتوكوندريا. ليه؟ لأن جوه الميتوكوندريا بيحصل حاجة اسمها سيلولار ريسبيريشن، واللي هي بتبقى عبارة عن بقى اوكسيديتيف فوسفوريليشن وعمليات كده هناخدها في الترم التاني ان شاء الله. في LOC في الترم التاني هناخد سيلولار ريسبيريشن بقى بالتفاصيل الممل، وبيحصل ازاي وبيحتاج ايه. بس اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي عن الميتوكوندريا ان بيحصل جواها عمليه اسمها سيلولار ريسبيريشن، التنفس الخلوي، عشان بيطلع لنا في الاخر ايه؟ ATP اللي هو الادينيز تراي فوسفيت. الادينيز تراي فوسفيت هو الايه اللي بيدي الطاقه بقى للخلايا عن طريق مثلا ان هو ايه؟ ATP ده بيبقى عباره عن 3 فوسفات. لو مثلا عندنا حاجه اسمها اكتيف ترانسبورت، هناخد LO الجاي. الاكتيف ترانسبورت دي بتحتاج طاقه عشان تتم، انها بتتم عكس الكونسنتريشن جريدينت. احنا مثلا عايزين ننقل صوديوم، مثلا عندنا صوديوم اهو، عايزين ننقله لبره الخليه اوت، بس في بره ايه؟ صوديوم صوديوم وصوديوم وصوديوم، في واحده جوه واربعه بره، واحنا عايزين من اللي جوه ديت بره. فده مش منطقي، يعني مفيش حد مثلا معاه 5 جنيه بيديها لحد معاه 50. المفروض العكس، ابو 50 بيديها من اللي معاه 5. فاحنا عايزين بقى العمليه دي تتم، بيجي ATP يقوم ماسك فيها ومديها فوسفات، مديها فوسفات، ويطلع على هيئه ADP، ادينينيز داي فوسفات. يبقى تراي ديت رمز لايه؟ ان هم 3 فوسفات، والدي ديت رمز ان هم 2 فوسفات. ان احنا نكسر رابطه ما بين الفوسفات والفوسفات دي، نديها فوسفاتايه فوسفيته واحده بنطلع ADP، دي لوحدها بتديها طاقه كبيره جدا انها تتم عمليه صعبه زي دي. ماشي، يعني ده بس ده مفهوم ATP، ما تشغلوش بالكم بيه قوي، هناخده اصلا بالتفاصيل بعدين. كل ده هناخدها بعدين، يعني ما احنا مش مستعجلين على حاجه، ما تستعجلش على رزقك. المهم ان الميتوكوندريا ديت raise number and high metabolic active. عددها بيبقى عالي جدا في الهاي ميتابوليك اكتيف سيلز، اللي هم الخلايا اللي بتحتاج حرق طاقه كتير. ومش هيجي في دماغكم اكيد غير الماسل سيلز. ليه؟ انت مثلا اقل مثال، وانت نازل الجيم بتمرن ايه؟ بتمرن العضله. فالعضله عماله تعمل مجهود تعمل مجهود تعمل مجهود، محتاجه طاقه عشان تفضل ترفع الاوزان وكل ده. او مثلا الست وهي مثلا ايه؟ بتعمل اي حاجه بقى من مثلا من شغل البيت، مثلا بتروق بتتحرك مش عارف ايه، مثلا حله الرز بتقلب حله الرز، فدي كلها حركه مصل عماله تتحرك بايديها. فهتجيب طاقه منين؟ الطاقه دي بتيجي من الميتوكوندريا. الميتوكوندريا بتفضل تطلع في ATP. والATP ده اصلا اساسه بيجي من الاكسجين، يعني انت عمال تتنفس وتتنفس. عشان كده لما مثلا تيجي بتجري مثلا في سباق، ولد او بنت بقى، عشان يقولش انت البنت بقى بتقول انها ست بيت وبتاع، انا ما قصديش والله. المهم يعني مثلا ايه؟ ولد او بنت في ماراثون سباق جري وبتاع، مش عضلات مش الرجل دي اللي عماله تجري عليها، في عضلات. فتلاقي نفسك عمال تتنفس بسرعه 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 بسرعه، وتشهق قصدي اسمه ايه ده، شهيق وزفير بقى، تشهق وتصفر تشهق تصفر، وعمال تنفس بسرعه. ليه؟ عشان انت الخلايا او العضلات محتاجه ATP. الATP ده اصلا بيتصنع من الاكسجين، فانت محتاج تدخل اكسجين بجرعه كبيره عشان خاطر تواكب المجهود اللي انت عمال تبذله ده. طيب آه بعد كده عايزين بقى نفهم في الاستراكشر بتاع الميتوكوندريا ده. الميتوكوندريا ايه؟ دي ميتوكوندريا بيبقى عباره عن ايه؟ contain two membranes، بيبقى جواها two membrane، air and out. قدامكم في outer membrane بره اهو، ده، وفي inner membrane اللي هو ده الابيض ده،
ده الانر، والبني دوت الاوتر. يبقى لو مثلا سألك سؤال في اخر السنه ولا في الميد ترم، بيقول لك which of the following organelle is a double membranous organ؟ جاب لك ميتوكوندريا، جولجي اباريتس، فيزيكل، او اللي هو لايزوم مثلا، جولجي اباريتس لايزوم، ورف اندوبلازميك. هتختار ميتوكوندريا، وكده كده استحاله اجيب لك ميتوكوندريا مع نيوكليس. يبقى لحد دلوقتي احنا عندنا تو اورجانيلز جوه الخليه ليهم دبل ممبرين، اللي هما النيوكليوس والميتوكوندريا. صح للكلام دوت وركز فيه. لو مثلا لما نقول احنا عندنا لحد دلوقتي حاجه موجوده في بلانت سيل مش موجوده في الانيمال سيل، زي سنتر فاكيول، ممكن يسال فيها يقول لك which of the following is found only in plant cell، مثلا كلوروبلاست، سنتر فاكيول، الحاجات دي. ويقول لك found only in the plant cell not in not قصدي found in animal cell not in the plant cell. يبقى مثلا عندك بسم الله اللايزوزوم والسنتروزوم. يقول لك انهي من دول دبل ممبرينس، يبقى تقول له الميتوكوندريا او النيوكليس، على حسب هو يجيب لك ايه في الاختيارات. طيب نكمل بقى. الميتوكوندريا عندنا الاكتر اوتر ممبرين ده بيكون سموث، والانر ممبرين ده بيكون رف. او ممكن نديه يعني حاجه كده ايه اوضح، واللي هي اسمها كريستي، اللي هي التنايات، كريس وتي في الاخر شيء يعني. اي دي كريستي، فود ايه اصلا مش ايه، حتى ما حصلتش الشاي. ما علينا. الكريستي ديت بتبقى عباره عن تنايات جوه ايه. شوفوا التنايات دي هي تنايات، الفولدز بتبقى عامله كده، دي فولد لبره، انما التنايات دي بتبقى لجوه. ماشي. آه طب ليه موجوده الكريستي دي؟ ليه موجوده؟ بتنكريز، بتعمل انكريز في السيرفيس اريا، السيرفيس اريا. واحنا خدنا في الكيمستري، مش عارف انتوا خدتوها في اعدادي ولا لا، بس increasing surface area increase the reaction chemical reaction. والممبرين اللي هو الانر ممبرين ده بيحصل عليه كميه رياكشن، واللي هي في العمليه اللي هي اسمها اوكسيديتيف فوسفوريليشن، اللي انا قلت لكم عليها من شويه، اللي بتحصل في السيلولار ريسبيريشن. اوكسيديتيف فوسفوريليشن دي بتتم على طول طول الممبرين دوت اللي هو الانر ممبرين، بيبقى فيه عليها بامبس كتير جدا بقى، خاصه انها تصنع اي تي بي. ففي كيميكال رياكشن عمال يشتغل على الممبرين ده، فانت محتاج تزود السيرفيس اريا بتاعته عشان خاطر الكيميكال رياكشن اللي يتم بشكل احسن. وده يعني من حكمه خلق ربنا يعني، ما شاء الله يعني. وعندنا ما بين التو ممبرين دول الحته الفاضيه دي بنسميها انتر ممبرينس سبيس. وهي من اسمها انتر يعني ما بين ممبرينس، ما بين التو ممبرين سبيس، تبقى مساحه فاضيه كده ما بين التو ممبرينز. بعد كده في حاجة تاني محتاجين نقولها، ممكن حاجة صغيرة. الماتريكس ما اتكلمناش عليه. الماتريكس دي يعني جوه، تجويف داخلي جوه يعني ايه. كورتكس عكسها، كورتكس لو هي حاجة بره، انما ماتريكس جوه. فالماتريكس بتاع الميتوكوندريا اللي بيبقى جوه الانر ممبرين دوت بيبقى فيه 3 حاجات مهمين. نشد خط كده بنتكلم عن ماتريكس، بيبقى فيه 3 حاجات، وفي نقطة منهم تبقى محور أسئلة، خلي بالكم. واللي هي ايه؟ اول حاجه موجوده جوه ماتريكس انزيمز. انزيمز بتشتغل بقى على ايه؟ تصنيع الاي تي بي. بيبقى جواها كمان رايبوزوم، بيبقى جوه الماتريكس بتاع الميتوكوندريا فيه رايبوزومز عشان تصنع بروتينات للميتوكوندريا. واخر حاجه ايه؟ دي ان ايه. يعني ايه ده؟ يعني الدي ان ايه مش موجود في النيوكليس؟ لا الدي ان ايه ميبقاش موجود في النيوكليس بس. يبقى ممكن برضو سؤال خداع ويقول لك which of the following organelle contains DNA، ويقول لك ميتوكوندريا، لايزوزوم، اندوبلازميك ريتيكولم، رايبوزوم. وانت تقول بقى ازاي يا جدعان؟ مش الدي ان ايه بتاعنا بيبقى موجود جوه اليوكليوس؟ اليوكليوس مسؤول على السيل ديفيجن بقى وبتاع. طب السؤال ده غلط. لا، السؤال مش غلط. الميتوكوندريا بيبقى برضو ليها دي ان ايه خاص بيها، يبقى له وظائف خاصه بيها،
لا مش عليكم تعرفوها عشان ما نتلخبطش. يبقى ده كده بالنسبة للميتوكوندريا. عايزين محتاجين نعرف حاجة أكتر من كده؟ لأ. بعد كده عندنا حاجة اسمها السيتوسكيلتون. عشان تبقوا ايه، لو حد فيكم عايز يبقى دكتور او يعني بتفكروا في طب عامة، فبيبقى في كده زي حاجة اسمها ميديكال ترمينولوجي. ميديكال ترمينولوجي دي اللي هي لغة الأطباء. يعني الدكاترة عندنا هم بيدوها لنا، بيقولوا لنا انتوا كده دي اللغة بتاعتكم كانت دكاترة مع بعضيكم. لو حد علمي رياضة ومش مهتم ما تهتمش، يعني انا هقول الجملة دي في 30 ثانية بالظبط. الميديكال ترمينولوجي او المصطلحات الطبية دي هي اساسها بيبقى يوناني واسمه ايه ده ولاتيني وهكذا. فعندنا كلمة سايتو ديت هي عبارة عن ايه؟ خلية، سيل. زي مثلا ايه؟ سيتوبلازم دوت حاجة جوه الخلية. فسايتو ديت تشيل الخلية، وسكيلتون الهيكل العظمي بتاعنا عادي. فعندنا سايتوسكيلتون يعني ايه؟ يعني هيكل الهضمي بتاع الخلية اللي بيمنتين الشكل بتاع الخلية. يعني ديت انا قلت انها حتة لغة اطباء وكده، او لغة بايو بشكل عام اللي مهتمين بالعلم علوم. بس علم الرياضة برضه فهموا المصطلح ده جه منين. سايتو ديت جاية عشان هي بتشيل السيل، وسكيلتون ديت عادي بتشير بقى للهيكل العظمي. يبقى الهيكل العظمي بتاع الخلية هو ايه؟ السيتوسكيلتون ده. السيتوسكيلتون دوت بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن نتورك of thin tubes and filament. يبقى السيتوسكيلتون عبارة عن نتورك of thin tube and filaments. بتعمل ايه؟ help the cell keep its shape. عامل بالظبط زي جسمنا عامة. يعني احنا جسمنا عبارة عن ايه؟ عن سكيلتون، سكال، فيتبرال كولم اللي هو العمود الفقري، الابر ليمب اللي هو الشولدر بقى، كتفك بدراعك، واللي هو الليمب اللي هو فخدك ورجلك وايدك والريست والحاجات دي كلها. ما ده كلها هيكل عظمي بيساعد في ايه؟ ان يكون لك شكلك، يكون شكلك الخارجي، بيمنتين الجسم بتاعك له شكل كده. فبرضه السايت او برضه السيل ليها سايتوسكيلتون خاص بيها. هو عباره عن 3 حاجات، ومش هنحتاج اكتر من ان احنا نحفظ التلات جداول اللي قدامنا دول، هم 3 حاجات بالظبط. وكمان عامة هي مش مهمة أوي، يعني ما بيسألش فيها، ما بيسألش فيها غير مرة، كان سؤال سطحي موت. بس برضه نبقى عارفين المعلومة، وكمان هو سهل يعني. احنا عندنا أول حاجة الميكروتوبيول. الميكروتوبيول لسه متكلمين عليها من شوية، إن هي بتعمل الميتوتيك سبندل، صح؟ يبقى فانكشن بتاعها، مين فانكشن بتاعها ايه؟ مينتيننس اوف سيل شيب. ودي هنلاقيها في الثلاثه، يعني مينتيننس اوف سيل شيب برضه هنا، ومينتيننس اوف سيل شيب برضه هنا. يبقى اي حاجه تفكرك بالسيتوسكيلتون على طول هي مينتيننس اوف سيل شيب. نمشي واحده واحده بقى في كل واحد. زي ما قلنا عندنا مايكروتوبيول، هي بتبقى عباره عن ايه؟ هولو تيوبس. عباره عن هولو تيوبس، إيه، انابيب مجوفه كده. الوول بتاعها بيكونسيست اوف 13 كولن اوف تيوبلين مولكيول. يبقى البروتين سب يونت بتاعها هو عباره عن ايه؟ اسمه تيوبلين. هو من اسمها كده مايكروتوبيولز توبيولز، يبقى البروتين سب يونت بتاعها اسمه تيوبلين. الدايمتر بتاعها 25 نانومتر. آه واليومن بتاعها اللي هو التجويف الداخلي دوت، ده اليومن بيبقى 15 نانومتر. يبقى دي كده 15 نانومتر، ودي كلها على بعضها ايه؟ 25. الفانكشن بتاعتها بقى مينتينس اوف سيل شيب، سيل موتيليتي اللي هي حركه الخليه، الكروموسوم من السيل ديفيجن قلنا ان هي بتعمل لي ايه؟ الميتوتيك سبندل، والاورجانيل موفمنت. يبقى الميكروتوبيول سهله خالص، هي البروتين سب يونت بتاعها تيوبلين، الدايمتر بتاعها 25 نانومتر، والفانكشن بتاعها مينتينس اوف سيل شيب، سيل موتيليتي، كروموسوم موفمنت، السيل ديفيجن، وكمان الاورجانيل موفمنت. سهله. عندنا بعد كده بالمناسبه الميكروتوبيول دي الاكبر، دي البيجست، دي اكبر حاجه في السيتوسكيلتون. انا اصلا مرتبها لكم على طول، من الكبير للصغير. الانترميديت من اسمها انترميديت يعني نص نص كده، انترميديت فيلمنت. دي الميديم. لو هنقسمهم كاحجام، بتبقى عباره عن فايبرس بروتين سوبر كويلد انتو سيكر كابلز. عارفين كابل الكهرباء؟ هي بتبقى عامله شبه كابل الكهرباء كده، ملفوف حوالين بعضه. فهي فايبرس بروتين، نوع من انواع البروتين بيبقى فايبرس. سوبر كويلد بيبقى ملفوف حوالين نفسه عشان يعمل لي سيكر كابل. ماشي.
الdiameter بتاعها بيبقى من 8 ل12 نانومتر، والبروتين بتاعها أو البروتين subunit بتاعها بيمسحش ليه دي؟ ما بقاش يمسح ليه؟ كل اللي أنا كتبته ده طار يعني؟ بتاع معلق ثانية كده. ده تمام. خش تاني طيب اشتغل. تمام ماشي. قلنا الانترميديت فيلمنت عبارة عن فايبر سوبر كويلد انتو سيكر كابل زي ما رسمنا كده، ان هي تبقى ملفوفة حوالين نفسها عشان تعمل لي كابل تخين، وبتبقى من 8 ل 12 نانومتر. دي الميديم، برضو كتبت الميديم واتمسحت ما علينا. البروتين سب يونت بتاعها بيبقى عبارة عن of several different proteins of the creatine family. في فاميلي بتاعت بروتينز اسمها كرياتين، هي بتبقى واحد منهم كده. المين فانكشن بتاعتها بقى maintenance of cell shape, anchorage of nucleus and certain other organs. بتحفز النيوكليوس والاورجانز التانيين، وبتعمل اللامينا بتاع النيوكليوس. طيب بعد كده عندنا اصغر واحد اللي هو المايكروفيلامنت، ده السمول. هو عبارة عن ايه؟ البروتين سب بتاعته الاكتين، وهتاخدوها بقى في الماسكولار سيستم في سنة تالتة. الاكتين بقى والميوسين اللي هما فايبرز بتاعت العضلات، بتاعت نسيج العضلات. هي بتبقى عبارة عن تو intertwined strands of actin، يبقوا تو ستراند كده ملفوفين حوالين بعض كده زي اللي في الصورة دي بالظبط. الدايمتر بتاعها 7 نانومتر بس، هي اصغرهم. المين فانكشن سيل اوف مينتيننس اوف سيل شيب، دي موجودة في التلاتة. تشينج ان سيل شيب، تغير في شكل الخلية ممكن. ماسل كونتراكشن، ديت يعتبر اهم وظيفة للاكتين فيلامنت، لان الاكتين اصلا اساسي في الحركة بتاعة الماسل. عندنا السيتوبلازميك ستريمينج، ان هو السيتوبلازم يتوزع جوه الخليه. السيل موتيليتي، حركه الخليه، والسيل ديفيجن كمان. ده بالنسبه للسيتوسكيلتون. بعد كده عندنا بلانت سيل. البلانت سيل يعني مش هنتكلم فيها كتير اصلا، خالص خالص خالص. لسبب ان احنا اصلا كل حاجه في بلانت احنا شرحناها. ده النيوكليس اهو. النيوكليس اهي. النيوكليوس وحواليها النيوكلير انفلوب، وجواها النيوكليولاس، وجواها الدي ان ايه في نفس كل حاجه، وحواليها الاندوبلازم ريتيكولم اذا كان الرف او السموث. وعندنا ديت ايه؟ دي الميتوكوندريا، ودي الرايبوزومات اهي. دي الرايبوزوم اهي. وده هي الجولجي اباريتوس اهو. ده الجولجي. بس في حاجتين اتكلمنا عليهم وتركزوا في الكلام ده، مهم ومهم مهم. ايه اللي اتكلمنا عليه في البلانت سيل، قصدي في الانيمال سيل، او اللي هي في الخلايا بتاعتنا احنا كبشر او كحيوانات، مش موجوده هنا. اللايزوزوم. نعمل شرطتين كده. اللايزوزوم غلط، والسنتروسوم غلط برضو، مش موجودين. هنلاقي ايه عوضهم هنا موجودين، مش موجودين جوه الانيمال سيل. السنترال فاكيول واللي شرحناه قلنا بيبقى جواها سيل ساب، وبتساعد في انها تمتص الميه، ويعتبر زي ايه؟ سبورتر كده للبلانت سيل. وعندنا الكلوروبلاست اللي هو اساسي في الفوتوسينثيس بروس. يبقى بلانت سيل فيها ايه بقى؟ بيبقى مش موجود في الانيمال سيل. السنترال فاكيول، وعندنا الكلوروبلاست. صح صح. ماشي. عندنا بقى الكلوروبلاست، نتكلم عليه بقى بتفاصيل شويه. ان احنا كده كده اتكلمنا على السنترال فاكيول، فاتبقى لنا كلوروبلاست. الكلوروبلاست دوت بيبقى ايه؟ هو عباره عن ممبر اوف بلاستيدز فاميلي، عيله اسمها البلاستيدات. هو ممبر منها. هو بيبقى موجود جوه البلانت سيل، بيبقى responsible for الفوتوسينثيس بروسيس. وكمان هو المسؤول عن ايه؟ بيبقى موجود، او تعالى نكتب في نقطة تانية كده located on leaves
على الورق بتاع الشجر مثلا او ورق النبتة عامة، وبيديها جرين كلر. لما اتكلمنا على البيجمنتس، هو بيديها جرين كلر او بيجمنت. حاسس انها ما كتبتهاش حلو فتبقى تاني بيجمنت. يبقى الكلوروبلاست هو ممبر من البلاستيدات او من البلاستيدز فاميلي، وبيبقى مسؤول عن الفوتوسينثيسيس بروسيس، وبيبقى موجود على الليفز وبيديها الجرين كلر. هو عمليته او يعني وظيفته الأساسية ان هو بيحول السولار انرجي لكيميكال انرجي، اللي هي ايه؟ من الصن لشجر، تحديدا الجلوكوز اللي هو الصن لايت، لايه؟ لشجر، اللي هو ايه؟ الجلوكوز. هو اصلا الترم التاني برضو احنا اصلا هناخد بوتاني في الترم التاني، ناخد علم النبات وهندرس النبتة بقى والخلايا بتاعتها وبتبقى متكونة من ايه، وهناخد الفوتوسينثيسيس برضو بالتفاصيل. هناخد وقتها المعادلة بتاعت الفوتوسينثيسيس هتبقى عبارة عن 6H2O، بندخل 6 ووتر بلس 6 اكسجين، 6 اكسجينات مع السان لايت. او اكتبها لكم عشان تبقى قدامكم، يعني هي مش مهمة قوي دلوقتي، هي بس للمعلومة يعني. عندنا 6H2O مع 6 اكسجين مع السان لايت، بتطلع لي ايه؟ بتطلع لي C6H12O6، واللي هو ايه؟ ده الجلوكوز، ده الفورميولا بتاعت الجلوكوز. وهتقابلكم كتير عامة، يعني انتوا لازم تبقوا عارفينها، انا بقولها لكم دي لازم تبقوا عارفينها. مش هيسألكوا فيها في الترم ده، بس معلومة ليكوا لان انتوا هتحتاجوها كتير بعد كده في حياتكم، حتى لو هتبقوا علم رياضة. فالجلوكوز هو C6H12O6 مع 6 CO2، بتطلع معاها كربون دايوكسيد بلس ATP، ديت الفورميولا بتاعت الفوتوسينثيسيس. ما علينا، يعني بعد كده بقى ايه؟ الكلوروبلاست هو عبارة عن ايه؟ او الاستراكشر بتاعته. structure of chloroplast. الكلوروبلاست ده بيشبه كتير جدا الميتوكوندريا. ليه؟ ان الكلوروبلاست بيبقى ليه اون دي ان ايه برضه، هو مش مشاور عليه هنا في الصورة، بس دي معلومة لازم تبقى عارفها. بيبقى عنده دي ان ايه خاص بيه برضه، وكمان بيبقى دبل ميمبرينس. دبل ميمبرينس يبقى برضه ممكن يضحك عليك في الاختيارات ويجيب لك which of the following is a double membranous، يقول لك الباكيولز، يقول لك الاندوبلازم كريتيكولم، يقول لك جولجي، ويجيب لك معاهم كلوروبلاست. يبقى كلوروبلاست وش عشان دي في النبته، لا هي ليها دبل ممبرين. ودوت الاوطى ممبرين اهو، وده الانر ممبرين اللي بيتم عليه برضو اغلب العمليات بتاعه الفوتوسينثيس. عندنا جواها برضو بيبقى فيه رايبوزوم جوه، بس مش بشاور عليها، بيبقى في جواها رايبوزوم، هي شبهها زي الميتوكوندريا بالظبط. الفرق عندنا ايه؟ عندنا انتر ميمبرين سبيس برضو. الفرق عندنا في الايه؟ في حاجه اسمها ايه؟ السايلاكويد. السايلاكويد دي هي جرين بيجمنت، هي الجرين بيجمنت الاساسي اللي مدي للكرولوبراست اللون بتاعها ده، انها لونها اخضر. والسايلاكويد ديت بتبقى المكان بقى اللي بيحصل فيه الفوتوسينثيسيس، هو الاساس بقى. احنا بنقول على الانر ممبرين بيحصل معظم العمليه، بس اساس الفوتوسينثيسيس بقى بيتم فين؟ جوه السايلاكويد ده. واحنا عندنا بصوا هنا حاجه اسمها جرانيوم. جرانيوم ايه؟ الجرانيوم ديت بتبقى عباره عن ايه؟ إيه، مجموعه من السايلاكويد، يعني 1 بلس 1 بلس 1. مش فاكر كنا بنقول ايه، باكج اوف سايلاكويد. مش عارف الكلمه طارت مني فجاه، عايز اقول مجموعه من السايلاكويد مع بعض، بس مش عارف جروب اوف سايلاكويد. يبقى جرانيوم هو زي ما هو مشاور كده ايه، هي عباره عن حبه سايلاكويد متجمعين مع بعض كده فوق بعض. يبقى السايلاكويد الواحده هي دي واحده كده جوه الكلوروبلاست. هي بتبقى عباره عن جرين بيجمنت، وبيحصل جواها جواها معظم او اهم الركائز بتاعت الفوتوسينثيسيس بروسيس. سايلاكويد فوق سايلاكويد فوق سايلاكويد، هي واحده فوق الثانيه فوق الثالثه فوق الرابعه تعمل لي الجرانيوم. عشان برضو ممكن يسأل فيها في الامتحان، اللي هو تيزا جرانيوم هو باكج او جروب اوف سايلاكويد.
عندنا برضو الماتريكس بتاعنا جوه بنسميه ستروما. يبقى هناك في الميتوكوندريا كانوا مسميينه ماتريكس، جواه بقى الدي ان ايه والريبوزوم والانزيمز والكلام ده. انما هنا في الكلوروبلاست مسميينه الاستروما. في حاجه تاني مفيش غير بس الاستروما لاميلي ديت. فين انا مش عاوز- ولا بقى يفتح عامه، ولا التابلت فصل اصلا لوحده. اه رجع. الاستروما لاميلي ديت، الاستروما لاميلي ديت بتبقى موصله بين سايلوكويد والتانية. يعني عندنا سايلوكويد جنب بعض اهو، احنا عندنا سايلوكويد دي كده وكده. دول يعني كده اهو، ويعملوا لي ايه جرانيوم، دول كده جرانيوم صح. ودي لوحدها سايلوكويد. لو وصلنا بالاتنين دول كده دوت بيبقى عباره عن ايه، ده بيبقى عباره عن الاستروما لاميلي. ماشي، مش مهم قوي برضو بس للعلم يعني، والصوره كده كده قدامكم موضحه كل حاجه. ماشي. اخر حاجه بقى قبل ما اروح اجيب الشاحن واجي نكمل التبر كلوزز، نعمل مقارنه بين الانيمال سيل والبلانت سيل بعد ما خلصنا خلاص الاورجانيلز والحمد لله. الانيمال سيل قلنا بيبقى جواها ايه مش موجود جوه البلانت سيل، بيبقى جواها السنتروسوم، بيبقى جواها اللايزوزوم. دول مش بيبقوا موجودين جوه ال البلانت سيل. انما البلانت سيل بيبقى فيها ايه، قولوا انتوا كده. السنترال فاكيول، ايوه السنترال فاكيول. بيبقى جواها ايه تاني، بيبقى جواها كلوروبلاست. الكلوروبلاست شبه الميتوكوندريا، بس الميتوكوندريا موجوده في الاثنين، الصوره اهي. الميتوكوندريا موجوده ايه ومعاها كلوروبلاست. الميتوكوندريا دي اساسي موجوده عشان بتصنع اي تي بي. بس الكلوروبلاست بقى احنا مش محتاجينه، احنا عندنا جوه جسمنا، لان احنا كده كده ما بنعملش فوتوسينثيس، ما بنعملش عمليه بناء ضوئي. واخر حاجه موجوده في بلانت سيل مش موجوده في الانيمال سيل هي ايه، السيل وول. اتكلمنا عليه وقت الجورجي، قلنا السيل وول دوت ان الجورجي اباريتس اسمه ايه ده، بيصنع البكتينز اللي بتساعد في تصنيعه، بكتين والسلولوز لو تفتكروا. السيل وول دوت جولجي برودكت، دي مهمه برضو. ليه؟ البكتين تحديدا يعني. والسيلول دوت قلنا ان هو بيساعد على حمايه البلانت سيل بشكل اكبر. يعني هو ايه، ده الممبرين اهو من جوه، من بره كده ده السيلول. والبروكاريوتس فيها كبسيول بقى زياده. البروكاريوتس زي البكتيريا بيبقى عندها سيل ممبرين وسيل وول محاوطه وكبسيول زياده من بره. البلانت سيل عندها سيل ممبرين وسيل وول بس. انما الانيمال سيل عندها سيل ممبرين بس، سيل ممبرين بس. حتى تلاقوا هنا هو ايه، ده السيل ممبرين اهو، ده الممبرين. البني ده السيل وول، هو حتى شايل هنا عشان نشوف ان في هنا سيل ممبرين. ماشي. سيل ممبرين مش واضحه قوي. يبقى دي بالنسبه للمقارنه اللي ما بين الانيمال سيل وبلانت سيل. عندنا في الانيمال سيل في سنتروسوم وفي اللازوزوم مش موجودين في البلانت سيل. والبلانت سيل فيها سنترال فاكيول وكلوروبلاست والسيل وول مش موجودين في الانيمال سيل. باقي الاورجانيز موجودين في الاثنين. وده كده يبقى بالنسبه للسيل عامه. خلاص زي الفل كده، خدنا السيل خلاص يعتبر اهو. نرجع لاول صفحه خالص. عملنا كومبير وكونتراست بين الايوكاريوتيك والبروكاريوتيك والايوكاريوتيك سيل ستراكشر اند فانكشن. خدنا الاورجانيز كلهم الحمد لله، وقارنا بين البلانت والانيمال سيل، وخدنا الكلوروبلاست والسيل وول والفاكيول والحاجات دي. فاضل التي بي. هروح بس ايه اجيب الشاحن عشان اللاب هيفصل، ونيجي نكمله مع بعض. نكمل بقى يا رجالتنا. احنا وقفنا عند الكبر كلوزز اللي هو الكيس ستادي بتاعنا في ال او دوت. واخر حاجه هنفنش بيها ال او ده ان شاء الله، التبر كلوز. التبر كلوزز ده او التي بي، ده اختصاره. وهو دايما بيكتب التي بي يعني ما بيقولش تبر كلوزز، بس احنا لازم نبقى عارفين ان هو ايه التبر كلوز. هو مرض اسمه الدرن. يعني ايه الدرن ده؟ هو حاجه زي ايه، عارفين الكحه؟
كلنا جالنا كحة صح، او البرد عامة. هو كحة على برد، حاجة اكستريم برو ماكس يعني، حاجة سيفير كده. طب التوبركلوزز ديت هي كانت انفكشن من زمان قوي. اول مرة appeared، او هم لقوها يعني، appeared in the skulls، في الجماجم بتاعة المصريين القدماء of Egyptian mummies. شوف يعني من زمان في المومياوات بتاعة المصريين لقوا فيها بقايا من التي بي ده، او عملوا تحاليل عليها ولقوا ان فيها، او كانت مصابة بالتي بي، ودوت اللي هو كان من حوالي 3000 سنة كده، years ago يعني من قبل الميلاد كمان. هي بتتسبب، او مثلا الفيكتور بتاعها او الباثوجين بتاعها او البكتيريا اللي بتسببها هي ايه؟ بكتيريا اسمها مايكوبكتيريم توبركلوز. يبقى اسم توبركلوزز نسبة للبكتيريا اللي بتسببه، توبركلوز بكتيريا. ماشي. وكمان كان منتشر was common بشكل كبير في اوروبا وامريكا الشماليه. يبقى دي كده زي introduction صغيره نورث امريكا، introduction صغيره عن التي بي. تي بي دوت هو الضرن، هو حاجه متطوره عن الكحه والبرد والسعال عامه، وكان من موجود من زمان. البكتيريا دي اصلا للعلم يعني، البكتيريا دي اصلا بكتيريا بشريه تنشأ جوه الجسم. يعني هي مش بتيجي من مستنقعات ولا عن طريق موسكيتو ولا مش عارف ايه زي الملاريا ولا الامراض دي كلها، لا هي بكتيريا بتنشأ جوه جسمنا. ماشي. السيمبتومز بتاعتها، الاعراض بتاعتها بتبقى عباره عن ايه؟ السيمبتومز. السيمبتومز بتاعت التي بي هم عندنا 7 صغيرين وسهلين خالص، مش زي الملاريا. عندنا اول حاجه الابيتايت، اللي هي ايه؟ فقدان الشهيه. بتبقى فاقد لشهيتك كده. بعدين الويت لوس، تخسر وزن، الويت لوس. رقم 3 عندنا الكافينج، زي ما قلنا هي عبارة عن حاجة كده متطورة من الكحة. 4 عندنا النايت سويتس، أو التعرق الليلي، لما تيجي بالليل كده تلاقي نفسك بتعرق جامد، فده برضو من أعراض التبركلوزز. رقم 5 عندنا الفيفر، الحمى. 6 الفاتيج، تحس بوجع بالذات عند صدرك. رقم 7 وهي التشيلز أو القشعرير. ده بالنسبة للسيمبتومز بتاعت التبركلوز. فعندنا appetite اللي هي فقدان الشهية، عندنا الويت لوس، عندنا الكافينج، النايت سويتس، الفيفر، التشيلز، والفاتيك. طيب التبركلوزز الانفكشن بتاعها بيحصل في ايه؟ في اللنج، انفكت ان تيشوز ان ذا لنج، بتخش على الانسجه بتاعت الرئتين. وبرضه تقدر انها مثلا تنفكت اورجنز تانية، زي البرين كيدني والسباين. كان also انفكت البرين والكدني. برين اللي هو مخ، كدني اللي هي الكلية. كمان السباين ده اللي هو ايه؟ في العمود الفقري. طب بيحصل بقى نقلها ازاي؟ هي انفكشوس ديزيز، يبقى انفكشوس ديزيز يبقى بتنتقل من شخص لاخر. ممكن تحصل إيه العدوى تنتقل عن طريق ايه؟ بتحصل الباسنج ده، تبقى باز ثرو الكافينج او كف سليز او توكينج with infected person. هي بالظبط شبه البرد كده، لما حد يبقى عنده برد مش بيقول لك ابعد عنه، ما تقربش منه، ممكن يعديك. هي بالظبط بتنتقل عن طريق الكحه، لو حد كح في وشك. فالرذاذ او العطسه مثلا اللي هو السنيز، الرذاذ اللي بيطلع ده هو اللي بيسبب العدوى، او بيبين العدوى، بيبقى جواها البكتيريا، فالبكتيريا بتنتقل بقى منه ليك.
هو لو هو انفكتد هيديك. ماشي. فعشان كده بيبقى فيه هاي ريسك كبير قوي في الاماكن اللي هي ايه الزحمه. يقول لك دي اكبر مكان يعني او اكبر احتماليه انك تصاب بعدوى التي بي ديت هي انك تفضل قاعد دايما في اماكن مقفوله وكراودد، اماكن محزومه. ماشي. يبقى لحد دلوقتي احنا ما اتكلمناش في حاجه يعتبر التبركلوزز، قلنا ان هي الضرن او عباره عن مرض موجود من زمان، من الافات السنين، لقوه في الايجيبشن مامز. بتتسبب عن طريق بكتيريا اسمها المايكو بكتيريم تبركلوز. الاعراض بتاعتها الابيتايت، فقدان الشهيه، والويت لوس، خساره الوزن، الكافينج، كحه، نايت سويتس اللي هو التعرق الليلي، فيفر الحمى، فاتيج وجع، وتشيلز اللي هي القشعريره. وانها الانفكشن بتاعها هي انفكشوس ديزيز عن طريق انها ايه عن طريق الكحه، مثلا لو حد كح في وشك، او مثلا سنيز الرذاذ اللي بيطلع من العطسه. وهي بتخش التارجت فين؟ بالتارجت لانجز، يعني المكان الاساسي بيبقى في اللانج. ممكن برضه التارجت في حته تانيه زي البرين والكدني والسباين. طيب نعرف اكتر او نتكلم اكتر عن التي بي ده. التي بي انفكشن. التي بي انفكشن التي بي انفكشن عندي بيبقى نوعين. اما نوع اسمه ليتنت، ده بيبقى ان اكتف. اما نوع اللي هو الاكتف. الاكتف العادي دوت اتكلمنا عليه دلوقتي، هو بيعمل بقى الفاتيج، التشيلز، الابيتايت، اللوس ويت، والحاجات دي. ده النوع اللي هو شغال. الليتنت ده بقى بيبقى ايه ان اكتف زي ما قلنا. وبنكتشفه ازاي؟ هو عامة التي بي بتبقى يعني في اغلب الحالات ليتنت. يعني ممكن اصلا يعني ممكن تبقى موجودة في نص الشعب عندنا والله للاسف. بس هي الحمد لله يعني برضو هي بتبقى ان اكتف، يعني بتبقى ليتنت ونادرا ما بتتاكتف. خصوصا ان احنا لما بنتولد بناخد يعني التطعيم اللي من ضمن التطعيمات اللي بناخدها واحنا صغيرين هي برضو حاجات ضمن التي بي. اصلا عشان نكتشف الاول اذا كان في تي بي انفكشن ولا لا، احنا بنعمل حاجه اسمها ايه بلاد تيست. بنعمل ايه بلاد تيست. مسح الكلام ده بلاد تيست. ولو طلع بوزيتيف كده بنروح على ايه؟ لو طلع بوزيتيف ان في تي بي بيروحوا رايحين على النورمال، على قصدي الاكس راي. فين؟ على الشيست. ولو طلع نورمال يبقى كده خلاص دي ليتنت. تطمن انها ليتنت، انها ان اكتف. الاميون سيستم او الجهاز المناعي مسيطر عليها. يبقى الليتنت دي نكتشفها ازاي؟ عن طريق ان احنا بنعمل بلاد تيست. لو طلع بوزيتيف بنعمل اكس راي. الاكس راي دوت بيبقى على التشيست، على منطقه الصدر، اللي ايه لانها بتبقى موجوده في الرئتين. ولو طلع نورمال، طلع ما فيش اي مشاكل، يبقى خلاص دي كده ليتنت، وكده انت تمام. يبقى كده البكتيريا بتليف انسايد بط نوت بط ار ان اكتف. زي ما احنا كاتبين هنا البكتيريا عايشه جوه بس هي ان اكتف. وعامة في نسبة هي ثابتة، هي من 5 ل10% انها تكون ايه اكتف. يبقى احنا لو عندنا مثلا 100 بني ادم جاله التبركلوزس، فهنلاقي يا 5 يا 10 منهم اللي الليتنت تي بي عندهم بقت اكتف. ده من 5 ل10%. وكمان الريسك بيبقى في اول سنتين. ريسك in the first 2 years انها تبقى اكتف. يبقى انت لو جات لك مثلا تبركلوزز انت عندك 10 سنين، انت ما تعرفش انت هي ليتنت، دخلت ليتنت. يعني هو في الاغلب بتخش ليتنت على طول ما بتتاكتفش. لو عدى سنتين والحمد لله ما اتاكتفتش فخلاص انت تمام. هي بنسبه كبيره يعني مش هتتاكتف غير بنسبه 5 و10%. ماشي. طب بالنسبه للانتي بايوتيك تريتمنت بتاعها، ان هو مثلا لو عملنا تيست تي بي ولقينا انه فيه فعلا بوزيتيف ليتنت موجوده، مثلا انت خايف انها تكبر او تبقى اكتف، فهم بيبقى في ادويه مضاد حيويه عادي. هم 3 ادويه مش مهم قوي حفظهم، بس يعني ايه تبقى مشبه على اساميهم. لو جالك كده في الامتحان which of the following is antibiotic for the TB، تبقى انت شفت الاسم ده قبل كده. ماشي.
عندنا اول واحد اسمه بيرازيناميد، واساميه رخمه، عشان كده بقول لكم يعني ايه ما تركزوش قوي، اشوفوا بس الاسم كده، بيرازيناميد. وتاني واحد الايزونازايزد، ايزونايزد، ايزونيايزد، يعني حتى نطقه رخم، ايزون ايز. وتالت واحد اللي هو الريفامبيسين. يبقى البيرازيناميد والايزونايزد والريفامبيسين، دول الثلاث او الثلاثه ادويه او مضاد حيويه المشهورين جدا قوي يعني في علاج التي بي. طب ايه الميكانيزم بتاع التي بي بيبقى عباره عن إيه؟ احنا زي ما قلنا اول حاجه ان ايه الان انفكتد بيرسون اهو عندنا بيعمل ايه انهيل تي بي. منين بقى بينهيل التي بي ده؟ انهيلز التي بي مثلا ايه from infected او from air droplets تحديدا of air، او مثلا after squeezing of infected person. يبقى اول حاجه بتحصل في الميكانيزم ان ان انفكتد بيرسون هو ما عندوش التبركلوزز، آه بيستنشق التي بي دوت، او في الهواء بيستنشق الهواء عادي وهو بيتنفس، بس في مكان او حصل فيه رذاذ سكويدنج اللي هو عطس مثلا من حد عنده المرض فنشرها في الهواء. وكمان هي ممكن تفضل حيه في الهواء او موجوده في الهواء لدقايق او ساعات. يعني ممكن واحد مثلا عطس في مكان معين الساعه 5، واحد تاني استنشق الهواء ده او تنفس في نفس المكان ده بعديها مثلا بساعه، هتجيله برضه العدوى. فالتي بي رخمه للاسف. تاني حاجة بتحصل ايه؟ البكتيريا بتخش اللنج، بتروح على اللنج. لو بقى if not killed، لو ما اتقتلتش باي الاميون سيستم، وده في الاغلب برضو اللي بيحصل ايه؟ بت انجستد، بيحصل لها انجكشن او انجستد باي ماكروفيج. الخلايا بقى العامية بقى بتقول ايه؟ واخداها جواها كده، تعالي يا حبيبتي، انت رايحة فين؟ انت هتلعبي ولا ايه؟ لا تعالي اقعدي جواها. وكمان ده بيعمل ايه بقى؟ ده ما بيأثرش على البكتيريا، doesn't destroy البكتيريا. عشان كده احنا عندنا الليتنت تي بي، ان هي لما بتخش الجسم بتروح على اللنج، وفي الاغلب ما بيحصلهاش كيلينج بالاميون سيستم. يمكن الاميون سيستم يقتلها ويتخلص منها خلاص تمام زي الفل، بس لو ما حصلهاش انها تموت عن طريق الاميون سيستم بتبقى انجستد باي الماكروفيج. الماكروفيج اللي هو الخلايا البلعميه زي الوايت بلاد سيلز اللي اتكلمنا عنها في نقطه اللايزوم، بتقوم واخداها جواها كده لان هي اصلا خلايا مناعيه برضه، وبس ما بتعملهاش ديستروينج. ماشي. وبعد كده بقى ايه اللي بيحصل؟ تالت حاجة إيه بيحصل لها ايه؟ most of bacteria held in check by immune system. يعني الاميون بيبقى دايما مراقب، عشان خاطر لو مثلا حصل فيها طفرة ولا حاجة يقوم ايه منيمها على طول. يبقى لو بدماغك كده لو حصل خلل في الاميون سيستم، لو انت مثلا مش بتاكل كويس، ما بتتغذاش كويس، الاميون سيستم عندك ضعف، جالك امراض، ده هيسبب ايه؟ ان البكتيريا اللي هي بتاعت التي بي تبقى اكتف. وده اللي احنا هنتكلم عليه حاجه من هنا اهو. احنا رابع حاجه بقى ايه؟ لو become active if become active. لو بقيت اكتف بقى ايه اللي بيحصل؟ التي بي بيمالتيبلاي، بيتكاثر بشكل كبير وبيروح على الدم and travel to blood. ده ليه بقى؟ ده ليه بقى لو نقول due to مثلا ايه due to ده هو بسبب due to ايه؟
weakness weakness of immune system. حصل ضعف في الاميون سيستم اللي هو الجهاز المناعي. الجهاز المناعي ده ربنا يخليه لنا يعني، حمينا من حاجات كتير. ليه بقى؟ ايه اللي ممكن يكون سبب الويكنس ديت؟ مثلا الاتش اي في وايدز، ده مرض وكده كده هناخده في ال او 8 يعني، بس هو مرض. اعرف ان الاتش اي في او الايدز بتضعف الاميون سيستم بشكل كبير. فلما الاميون سيستم ضعف بشكل كبير كده، خلاص صباح الفل، انا بقتش قادره، او الاميون سيستم بقى لو بيتكلم ما بقتش قادر ان انا اسيطر على التي بي كروزس. ايه تاني؟ المال نيوتريشن. المال نيوتريشن اللي هو سوء التغذيه، انت ما بتتغذاش كويس، فانت ما بتديش النيوترينز اللي الاميون سيستم محتاجها عشان يبقى قوي. بسبب ايه تاني؟ الكانسر مثلا، لو في كانسر هو بيأثر طبعا على الاميون سيستم. ايه تاني؟ الايجينج، مثلا مع كبر السن الاميون سيستم بيضعف، فده ممكن يخلي التي بي تبقى اكتف. فعلشان كده او دي الحالات اللي ممكن يبقى فيها الليتنت تي بي تبقى اكتف تي بي. وطبعا زي ما قلنا هي ممكن تروح لاورجنز ثانيه زي البلاد او السباين، قصدي البرين او السباين. وممكن المهم في الاخر يعني اخر حاجه خلاص خلصنا التي بي، ان احنا نبقى عارفين انها only transmitted by inhaling، كأنك تتنفسها عن طريق التنفس. يعني شوف التنفس، حتى صعبتوا علينا التنفس يا جدعان. بس يعني في الاغلب يعني اغلب الناس بيبقى عندها ليتنت، مش اكتف. الاكتف هي الانفكشوس، ماشي. وحتى لو ليتنت اتنقلت من واحد مريض او عنده يعني ليتنت تي بي اتنقلت لحد تاني، هي بتخش على هيئه ليتنت والايو سيستم بيسيطر عليها. هو ودلوقتي كمان احنا زي ما قلت لكم احنا بنبقى متطعمين ضد التي بي لما واحنا صغيرين عامه. بس ده باختصار. التي بي سهل خالص، اسهل من الملاريا، لان هي يعتبر مش بكتيريا او مش بروتوزا زي البلازموديوم، ملهاش دوره حياه. هي حرفيا يا اما ليتنت يا اكتف. في التي بي خرا كلها ليتنت يا اكتف. بتخش تقعد في اللنج زي ما قلنا، وبتفضل متحافظ عليها عن طريق الاميون سيستم، تبقى قاعده جوه الماكروفيج ما بتعملش اي حاجه. المهم بس نبقى عارفين السيمبتومز بتاعتها: الابيتايت، الويت لوس، الكافينج، النايت سويتس، الفيفر والفاتيج والشيلز، وانها النسبه بتاعتها من 5 ل 10%. دول ايه في اللايف تايم، دول طول حياتك. الحمد لله. حل بقى، خلاص نكون خلصنا. نحل بقى شويه اسئله من امتحانات قديمه عن اللي اتشرح النهارده. اول حاجه بيقول which of the following isn't a characteristic of mitochondria. نقرا كده الاختيارات. it contains enzyme، لا قلنا في انزيم في الماتريكس. it involves in protein synthesis، هتقول لا يعني اكيد لا، هو الريبوزوم والرافن بلازما تكرا. احنا قلنا ان الميتوكوندريا جواها ريبوزوم، صح؟ اوريها لكم ولا افتكرتوا؟ اوريها لكم. فين الميتوكوندريا؟ عادي، ماتريكس جواها انزيم، جواها ريبوزوم، جواها دي ان ايه. يبقى involve chip synthesis. طلعت من البتاع، نرجع ما علينا. اه يبقى involves in protein synthesis، ان عندها رايبوزوم. اتس سيلف ريبليكيتد اورجان، تقدر عادي. ليه؟ انها عندها دي ان ايه، وطالما عندها دي ان ايه يبقى تقدر انها تعمل سيل ديفيجن لنفسها وتتكاثر. يبقى دي صح ودي صح ودي صح. يبقى اخر واحده ايه؟ نمبر اوف ميتوكوندريا از كونست. لا، قلنا ان هو بيفاريبل، ان هو عندنا بالذات في الموسل سيلز قلنا ان بيبقى فيه لارج نمبر اوف ميتوكوندريا. ليه؟ لانها محتاجه اي تي بي كتير، محتاجه تصنع طاقه كتير. يبقى الاجابه بتاعتنا دي. بعد كده السؤالين دول عن التي بي. بيقول لي which of the following statement isn't correct. انهي من دول مش صح؟ وتركز كويس السؤال، بيقول لك correct ولا isn't. طب اول حاجه بيقول لك people who are exposed to TB may or may not develop TB infection. لو حد اتعرض للتي بي ممكن او ممكن لا يتعرض للتي بي انفكشن، انها تبقى اكتف يعني. واحنا قلنا عندنا هي بتخش في ليتنت، هي بتخش على هيئه ليتنت، يا اما تتاكتف يا اما تفضل ليتنت. يبقى دي جمله صح، دي جمله صح مش غلط. people with TB infection may or may not develop TB disease، برضه صح، هي نفس اللي جواها.
نفس اللي فوقيها قصدي people who are exposed to TB may or may not develop TB infection ممكن أو ممكن لأ، ممكن تبقى active وممكن تفضل latent. نفس الكلام people with TB infection may or may not develop TB disease برضه ممكن تفضل latent يا إما تتأكتف. فدي برضه جملة صح. يبقى إحنا مش عايزين دي ولا عايزين دي غلط ودي غلط بالنسبة للسؤال. Risk of developing TB disease is highest in the first 2 years after infection. قلنا انت الريسك بتاعك ان التي بي يبقى اكتف او يحصل الديزيز بقى بتاع التي بي هو في اول سنتين، بقى بعد كده يبقى من 5 ل 10%. يبقى دي جمله صح، يبقى دي مش عايزينها. every individual exposed to TB develops disease. لا، ممكن تبقى ليتنت صح، ممكن تبقى ليتنت وما تتاكتفش، فهي الاجابه بتاعتنا دي. بعد كده بيقول ايه السؤال اللي بعديه which of the following statement isn't true in tuberculosis. برضو نفس اللي فوقيه، يعني رخم قوي في الامتحان ده، جاب سؤالين بيقول which of the following isn't correct. يعني احنا عايزين جمله غلط عن التي بي. هو isn't true. for people with TB infection and no risk factor. مفيش اي risk factor. the risk is about 5% in the first 2 years. لو حد صاب بالتي بي انفكشن ومفيش اي ريسك فاكتور، فالريسك هيبقى 5% بس في اول سنتين. ده رقم صح، دي جمله صح. For people with TB infection and no risk factor the risk is about 10% over a lifetime. برضه صح، احنا قلنا كده من 5 ل 10% في اول سنتين بيبقى 5% ريسك. رقم سي بيقول for people with TB infection and diabetes the risk is about 30% over a lifetime. ولا for people with TB infection and HIV infection the risk is about 7% to 10% over a lifetime. الدايبيتس انتوا لو تفتكروا عن اسباب ان تي بي يبقى اكتف، احنا ما جبناش سيره الدايبيتس. الدايبيتس هو مرض بس مش بيأثر على الاميون سيستم بشكل كبير، ماشي؟ ف 30% دي كبيره طبعا اوفر ا لايف تايم، فلا هي غلط. التي بي انفكشن لما يبقى مع الاتش اي في استحاله يبقى 7% او 10% اوفر لايف تايم. اذا كان في العادي في الطبيعي هي من 5 ل 10%، زي ما قال هنا في 10% بس. فازاي لما يصاب بالاتش اي في انفكشن وحرفيا الاميون سيستم بيبقى كأنه ولا موجود تبقى برضه 7 ل 10%؟ فدي غلط. بعد كده بيقول فايبرو كافيتري لانج ليجن اون اكس راي از ا فيتشر اوف برايمري تي بي ولا بوست برايمري تي بي ولا ميتاستاتيك لانج ديزيز ولا لانج ابسكس. الميتاستاتيك لانج ديزيز واللانج ابسكس دول ليهم اشعه تانية ملناش علاقه بيهم هنا دلوقتي. انا في برايمري وفي البوست. البرايمري ده هو يعتبر زي الليتنت، هو الليتنت، والبوست برايمري لما يتاكد. الفايبرو كافيتري لانج دوت بيبقى على الايه، على الابر لانج، او اللسان مش مظبوط على كده، بيبقى على الايه، على الابر شيست او في الابر ريبس. ودي اللي بيتارجتها بيتارجتها اكتر الاكتيف تي بي. انما الباسيف او الليتنت، قصدي الليتنت مش الاكتيف، الليتنت بتارجت اللور شيست. هي سؤال بصمجه اكتر، يعني دلوقتي بشرح لكم ليه هتبقى البوست برايمري او الاكتيف، لان الاكتيف بيبقى متارجت الابر شيست نوعا ما، واللي هو الفايبرو كافيتري لانج اكس راي بيتارجتها، انما الليتنت بيبقى في اللور. انما هو يعني سؤال زي ده لو جالكوا خلاص هي فايبرو كافيتري لانج ليجن اون اكس راي، خلاص بوست برايمري تي بي على طول، عشان مثلا هو ساعات بيحب يجيب من امتحانات قديمه، لو جالكوا سؤال زي ده احنا عارفين انها هتبقى كده. بعد كده بقى اخر كام سؤال معانا. بيقول لي the power house of the cell is ايه؟ ميتوكوندريا. مش محتاج نكمل ايه هي. implant cell DNA may found in nucleus only in nucleus ولا only in the nucleus and mitochondria ولا only in the nucleus and chloroplast ولا فيهم كلهم. البلانت سيل عندها نيوكليس وعندها ميتوكوندريا وعندها كلوروبلاست، وقلنا عندنا الميتوكوندريا هو الاورجانيل الوحيد مع نيوكليوس اللي في البلانت سيل، قصدي في الانيمال سيل اللي بيبقى فيه دي ان ايه. ولسه مجاوبين سؤال دلوقتي اهو، الميتوكوندريا يقدر ان هو سيلف ريبليكيشن اللي عنده دي ان ايه. وقلنا الكلوروبلاست دي اخت الميتوكوندريا، عندها برضو دي ان ايه ودبل ممبرين وماتريكس والكلام ده كله. فعندنا في البلانت بقى، هو يتكلم في بلانت عندها كلوروبلاست وعندها ميتوكوندريا وعندها نيوكليوس، والثلاثه فيهم دي ان ايه. يبقى مش نيوكليوس لوحدها ولا دي مع دي ولا دي مع دي، اما الثلاثه عاملين دي ان ايه. اخر سؤال which type of organelle is found in plant cell but not in animal cell. قلت لكم ركزوا دايما في الفروقات لانه بيسأل فيها.
ايه الموجود في البلانت سيل؟ قلنا 3: السنترال فاكيول، وقلنا الكلوروبلاست، وقلنا السيل وول. دور كده في الاختيارات على حاجه من الثلاثه دول. الرايبوزومز موجوده في البلانت وموجوده في الانيمال عادي، ومش دي اللي احنا عايزينها، ولا الميتوكوندريا ولا النيوكليا. اتبقى البلاستيدز. انت لو مشيت بنظام الاستبعاد هيتبقى معاك البلاستيدز وهتختارها كده كده. بس طبعا انا عايزين نفهم. واحنا قلنا ايه لما جينا نشرح الكلوروبلاست؟ كلوروبلاست از ممبر اوف بلاستيدز فاميلي. يبقى هو جاب بلاستيد عوضا عن كلوروبلاست. البلاستيد هي كلوروبلاست. كلوروبلاست هي ممبر اوف ذا بلاستيدز. يبقى بلاستيدز هي اللي موجوده في البلانت سيل، نوت ان ذا انيمال سيل. وكده الحمد لله خلصنا ال O2 على خير. واشوفكم بقى يا رجاله الاربع الجاي ان شاء الله في ال O3 اللي هنتكلم فيه على السيل ممبرين. واتمنى يكون الشرح يعني مفيد وعاجبكم. ولو في اي حد يحتاج اي حاجه، الجروبات هتلاقوها في الديسكريبشن، يسالوني. انا اكون ادمن الجروب يعني دكتور اياد. فتلاقوني يسالوني لو حد عايز اي حاجه. واشوفكم على خير يا اخواتي.